السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شباب، اخبار؟ كويس. الحمد لله. الحمد لله. النهارده هنبدا اول حصه في الاحياء. تعرف يعني إيه كلمه ماشي. احياء اصلا؟ علم حاجة تبع جسم الإنسان كده. تمام. الصوت واضح؟ تمام. أيوه. تمام. الاحياء يوصف بها اي حاجه تتعامل مع الكائنات الحيه. حي يعني حد يقدر يتحرك ويتكلم ويعمل كل الحاجات اللي بنشوفها، او على الاقل بيغير من مكانه، او بيتحرك وبيروح من مكان للتاني. زي مثلا الانسان بيقوم، بياكل، بيروح، بيمشي، بيجي، وهكذا. فاحنا مش مم. بنشوف بس حركته، لا بنشوف بقى تفاصيل الداخلية بتاعته، او ايه اللي بيحركه، وايه اللي يخليه قاعد، وايه اللي يساعده، وايه اللي بيغذيه، وايه اللي بيخليه يكبر، الصغير يخليه أيوه. يكبر، وهكذا. ماشي. دراستنا السنة دي هتكون بدايتها في حاجة اسمها ايه، التركيب الكيميائي للأجسام بتاعتنا. ده جزء كيمياء شوية، وعلى الرغم من كده بناخد الجزء بتاعه اللي هو الحيوي أو التركيب بتاعه من ناحية تانية. طيب، أنت أكيد سمعت عن الحاجات دي زمان، أو في الإعدادية السنة اللي فاتت، عن الكربوهيدرات أيوه. أيوه. والنشويات والحاجات دي، والبروتين. أيوه. البروتين زي اللحوم بتاعتنا. والدي إن إيه والغذائي وخدت السنة التالتة بالظبط. إعدادي. ثم بعد كده هناخد التفاعلات الكيميائية اللي بتحصل جواه جسمنا، الأكل اللي احنا أكلناه أو أي حاجة دخلت جسمنا، إيه اللي يحصل فيها. ثم مم. هنتناول بالتفصيل أو جزء كده معلومات خفيفة في تركيب الخلية والنظرية الخلوية، وإزاي الجسم بتاعنا الخلية جواه بتشتغل، وتركيب كل خلية عشان نعرف كل حاجة ربنا خلقها وظيفتها إيه. وبعد كده هنعرف أما الخلايا تتجمع بعضها بتكون إيه، بتكون حاجة اسمها النسيج، والنسيج يكبر يبقى عضو، وهكذا. ثم تكون مم. كائن حي. تمام. ده الترم كله. بدايتنا النهاردة هنبدأ مع كده مقدمة كده خفيفة. الصورة واضحة عندك؟ أيوه. أيوه. تمام. جبت كتاب ولا لسه؟ جبت. تمام. حاول تتابع معايا في الصورة وتشوف الكتاب في إيدك برضه. نبدأ بحاجة اسمها التركيب الكيميائي لأجسام الكائنات الحية. مفيش كائن حي في الدنيا ربنا خلقه غير ما فيه الاتنين دول. استنى بقى ما نشاور بالقلم. لازم كربوهيدرات والليبيد. كربوهيدرات وليبيدات. هنعرف يعني ايه كربوهيدرات ويعني ايه ليبيدات. ماشي. تمام. تمام. تحتهم حاجة كبيرة بيسموها الجزيئات البيولوجية الكبيرة. الجزيئات البيولوجية دي يعني موجودة، كلمة بيولوجي أو أحياء معناها إن هو كائن حي، أو ليه تفاصيل معينة أو حاجات تميزه هنعرفها كمان شوية. ففي الأول ماشي. درس بندرس حاجة اسمها الجزيئات البيولوجية الكبيرة، اللي بتكون كام؟ 3 حاجات تقريبا. إحنا قلنا منهم الكربوهيدرات، ده رقم واحد، والليبيد. والليبيدات، وفي لسه الدي إن إيه، وفي كمان حاجة اللي هي البروتين. دول كده يبقوا 4 حاجات ماشي. معانا. الدرس الأول هندرس الكربوهيدرات دي الحصة الجاية إن شاء الله، أو اللي بعدها. ثم الدرس اللي بعده هسمع الليبيدات، كل حاجة بالتفاصيل بتاعتها، عشان برضو طيب. الموضوع ما يبقاش غريب عليك. ده ده بني آدم صح؟ مفروض. المفروض من بره كده شكل بني آدم لابس قميص وبنطلون وجرافطة، أيوه. وشخص شيك أهو. طيب، أيوه. شيلنا بقى الهدوم دي وفتحناه كده، لقينا جواه إيه؟ أدي بقى رئتين. المنظر ده. ده طبيعي، ده كده اتشر. ده رئتين، مم. وده مخ، وده مثلا مم. حاجة. ده الفم بتاعه، البلعوم، وفي هنا المعدة اهي، وفي الكبد، وفي الكليتين، وفي الأمعاء بتاعته، ثم جسمه عظمة اهو، وعضلات وتفاصيل أيوه. كتير. ده بنسميه جسم الإنسان. بيتكون من إيه؟ مجموعة أجهزة. مجموعة أجهزة. إيه؟ أجهزة. أجهزة. يعني مثلا الجزء اللي فوق ده هنسميه الجهاز التنفسي، هنا الجزء من أول والعصبي الفم والهضمي بالظبط، وهكذا لحد ما خلص خالص. ده جهاز. طب كل جهاز من اللي احنا قلناه مجموعة أعضاء، زي ما أنا قلت هنا مثلا في الرئتين، أو في مثلا هنا البلعوم والمريء، ثم الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة، ثم الأمعاء الغليظة والقولون والحاجات دي. أو عندنا الكبد هنا، والبنكرياس والمعدة، والتفاصيل دي كلها، دي كلها إيه؟ أيوه. أعضاء. كل حاجة لوحدها سليم. طيب، خدت مم. كل واحد منهم بشيء من التفصيل، يكون في سميه إيه؟ نسيج. ده المعدة مثلا. من بره أيوه. لها شكل. شلت مم. أول غطا ده وشفت اللي تحته، لقيت شكل تاني. شفت اللي تحته لقيت شكل تالت. ده آخر درس على فكرة في المنهج، هو وده. أه. نوع الأنسجة أو الخلايا اللي بتكون كل نسيج. ماشي. ثم مجموعة عضيات. أنا خدت النسيج ده أهو. قلنا كل نسيج فيه إيه؟ خلية عشان عضويات. يتكونوا مع بعض. يبقى خلية الخلية مع الخلية الخلية. عضيات. عضويات. خدت العضية بقى. عضيات يعني تصغير عضو، لأنها حجمها إيه؟ صغير. صغير. مش صغير بس، جدا.
ليه قلنا صغير جدا؟ لأنه لا يرى إلا بإيه؟ بالميكروسكوب. ميكروسكوب. ومش أي ميكروسكوب كمان عادي يعني. الميكروسكوب العادي اه. بتاعنا اللي هو الضوئي ده ما نشوفش بيه غير مجرد النواة اللي هي أكبر حاجة عندنا. عشان أقدر أشوف دي ايوه. لازم أشوفها بالميكروسكوب إيه؟ مش الضوئي قوي العادي. شوية. اه ميكروسكوب أقوى. ثم أنا شفت الجزيئات دي مثلا الميتوكوندريا، اللي هي مسؤولة عن ايوه. إيه؟ مسؤولة عن الميتوكوندريا لو تسمع عنها. دي مصنع الطاقة في الخلية. محتاج أي طاقة أو حاجة، هي دي اللي هتشتغل اه، وتطلع لك الطاقة. حتى السنة اللي فاتت السنة في كل حاجة. شاطر جدع يا شهاب من أول. ثم المصنع ده محتاج إيه؟ مواد خام هتكون اللي هي موجودة عندنا إيه؟ الجزيئات. جزيئات أو الجزيئات. الذرات اللي هي أصغر حاجة بتاعتنا. مم. يبقى إحنا نرجع بقى من الحتة الصغيرة بقى، إحنا قلنا هنا إيه؟ جزيئات أو ذرات. ذرات. تمام. الجزيئات دي بتتكون حاجات أصغر زي ما إحنا قلنا اللي هي الذرات. ايوه. الجزيئات إما تكون عضوية أو غير عضوية. يعني إيه كلمة مم. عضوي؟ كلمة عضوي أول ما تسمعها يجي في دماغك حاجتين: إن هي فيها كربون وإيه؟ ايوه. وهيدروجين. بنرمز لها مم. بالكربون برمز سي، والهيدروجين برمز إيه؟ والهيدروجين اتش. اتش. كده دخلنا رجعنا للكيمياء تاني أهو، عشان ما تاخد درس الكيمياء ايوه. بتاعك. طيب، الكربون والهيدروجين ده معناه لهم مركب إيه؟ عضوي أو جزيء عضوي. إيه؟ عضوي. عضو. عضوي. ايوه. الاتنين دول الكربون والهيدروجين لازم هنلاقيهم في حاجة اسمها الجزيئات البيولوجية الكبيرة، اللي هي أول درس عندنا، اللي هي قلنا عبارة عن كام حاجة. أول حاجة الأربعة الكربوهيدرات الكربوهيدرات والبروتينات والليبيدات والليبيدات والأحماض النووية. والبروتينات والأحماض النووية. دول أربعة بتوع. دول مم. هناخدهم بالتفاصيل، تركيب كل حاجة فيهم وإزاي تحصل. تمام. ايوه. تمام. ايوه. الجزيئات العادية بقى اللي بنسميها غير عضوية، اللي هي عبارة عن زي المية بتاعتنا دي مركب عضوي، أو الأملاح المعدنية اللي بتدوب جوه إيه؟ جوه المية. مية. فهي تعرفها إن هي مركبات لا يشترط أن تحتوي على ذرات الكربون. يعني المية مثلا بتتكون من إيه؟ اتش H2O، 2 او. زي ما اتنين شفنا فوق. هيدروجين واحد أكسجين. اه اتنين هيدروجين وواحد أكسجين. الأملاح المعدنية مثلا زي الصوديوم ان اتش ال. والبوتاسيوم وأي حاجة تانية عندنا، في بقى المغنيسيوم، وهكذا أي حاجة ايوه. نخش فيها أملاح معدنية. هنا بيدوس لك معلومة خفيفة كده وبيربط لك الدنيا ببعضها، بيقول لك إن الأحياء في الجزء ده أهو بترتبط مع الكيمياء، وبيدخل ايوه. تحت ما الكيمياء يسمى الحيوية، كيمياء الحيوية. مدرس الكيمياء قالها لنا برضه. مين؟ بايوكيمستري دي. اه مدرس البايوكيمستري الكيمياء. دي بتاخدها بالتفاصيل بقى إن شاء الله في الجامعة لما تكبر كده اه. وتشوف تفاصيلها بقى، تاخد كل ده هو ده مدرس أساسا. الكيمياء فعلا قال لي عليه. بالظبط، هي دي بدايتها كده. بيدرس بقى بالتفاصيل الجزء ده، يعني تركيب الكيمياء بتاع ده، تركيب ده وايه اللي بيحصل ولفته في الجسم التفاصيل. تمام. 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 الملحوظة اللي هنا برضه هتلاقيها مهمة وبتيجي في الأسئلة بتاعتنا أو في الحاجات المشهورة، إن مش كل الجزيئات اللي فيها هيدروجين أو كربون أو الاتنين بنسميها جزيئات عضوية. زي ما قلنا الماء كان المية H2O مش عضوية. بس ناقصها بس كربون، هيدروجين. أنا مش هعتبرها. ايه. طب لو ثاني أكسيد الكربون اللي هو CO2 بس ما بس ما فيهوش اعتبروش برضه. هيدروجين. مش شرط. طب بيكربونات الصوديوم او بتاعه الخبيز، صودا الخبيز بتاعتنا اللي بنحطها البيكنج باودر، فيها اه. الهيدروجين والكربون، هنا يعتبر مركب عضوي؟ لا. لا. كربونات الكالسيوم، الكالسيوم هو الاكسجين، الكربون والاكسجين ومعاها كالسيوم، ما تعتبرش مركب عضوي. يبقى ايه مركب عضوي؟ العضوي في الغالب بيكون في الاساس بتاعنا من حاجتين، اللي هما مين؟ الكربون والهيدروجين. ممكن يضاف عليهم حاجات تانية باشكال معينة، بس مش في العادي يعني بيكونوا مش زي ده كده. لا هنشوف تفاصيلهم لما الحصة الجاية إن شاء الله هتفهمها إزاي أكتر. ان شاء الله. تمام. ماشي. ده أول سؤال بقى بيختبرك بيه في المنهج. اقرأ كده السؤال وحاول تفتكر. أي مما يلي يمثل أكبر مستوى تركيبي في جسم الفيل؟ القدم. أكبر مستوى تركيبي يعني حاجة كبيرة. هو القدم. القدم أهو. طب ما المعدة؟ لا، المعدة أصغر شوية. هذا شوية. القدم دي جواها عضلات، جواها نسيج عصبي، جواها أعضاء أخرى، صح أيوة. كده؟ جواها حاجات تانية. أيوة. القدم دي ما فيها حاجات بتتحرك. مم. تمام. ده يعتبر إيه؟ أول سؤال. عضو. بعض. تمام. هو يعتبر أكبر من المعدة بتفاصيل يعني حاجات كتير، لأنه حجمه أصلا كبير، عشان كده بقول لك حجمه أكبر. يبقى إحنا كده أيوة. خدنا زي فرشة للإيه؟
للدرس بتاعنا. نبدأ بقى فيما يسمى الجزيئات البيولوجية الكبيرة اللي قلنا كام حاجة؟ أربعة. 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 يقول خصائصها تاني في المنهج بتاعنا إن هي جزيئات عضوية كبيرة الحجم، تكون من جزيئات أصغر حجما منها. منه. لازم تحتوي الشرط بتاع الأساسي بتكون فيها إيه؟ كربون. الكربون. الكربون ده أساسي، لازم يكون فيها كربون عشان أقول المركب ده تبع الجزيئات البيولوجية بتاعتنا الكبيرة إن في جسمنا بيكون فيها إيه؟ كربون. طب هي كربون. مهمة ولا مش مهمة؟ مهمة إزاي؟ مم. هنعرف تفاصيلها بقى. هو هنا بيديك يعني طيب. زي هنت كده عام أو معلومة عامة بس. تفاصيلها واحد، كل واحدة ماشي. لها وظيفتها. يعني مثلا نشويات أو كربوهيدرات أنت محتاجها في الأكل والغذاء والحركة وحاجات كتير. الدهون محتاجة جوه في عمليات تانية في في الجسم بتاعنا وهكذا. الدي إن إيه في ماشي. برضه جزء من الدهون وجزء حاجات تانية. رابع حاجة بيقول لك إن هي بيطلق على معظمها لفظ بوليمرات. سمعت عن كلمة بوليمر قبل كده؟ ده تلاقيه برضه تبع كيمياء. لا صراحة. البوليمر ده معناه إن هو أو بيسموه بوليمر، ده يعني حاجة عديد. كلمة بولي هنشوفها كمان شوية معناها عديد، يعني حاجات عادي ماشي. كتير ماسكة في بعضها. مش كل حاجة سريعة بس أيوة. لوحدها، لا، حاجات كتير كده زي السلسلة مثلا. أه. ما يبقى لو قطعتها تاخد كل حتة، كل حتة صغيرة لوحدها. إنما لو ضفتها على بعض مم. سموها إيه؟ بوليمر. أو أي حاجة بقى هندرسها كتفاصيل يعني. فدي اما مم. تربط دي بدي في عملية تسمى البلمرة أو التكبير بتاعها. ممكن يعني نغير دي ونكتب تكبير، أو لحم تلحمهم مع بعض يطلع لك ما يسمى إيه؟ بعد بوليمر. بوليمر، يعني جزيء بوليمر. كبير. فالبوليمر أيوة. ينتج من ما يسمى إيه؟ مونيمر. مونو بوليمر. هنا، مونو دي كلمة مونو معناها إيه؟ أحادي أحد. أو منفصل، كل واحد لوحده. لكن هنا مم. كبير ده. أو مم. متصل. متصل. لو عايز تكتب المعلومة دي عندك اكتب. فبيقول لك بوليمر مم. معناها متعدد الأجزاء أو الوحدات، وهي كلمة يونانية معناها بولي اللي هي عديد، ومير يعني جزيئات عديدة. مم. مونومر مم. قلنا معناها جزيء واحد. مونو يعني واحد، جزء واحد. جزء واحد. ومير هنا معناها جزء إيه بس. مم. فكده انت خلصنا المعلومة دي. قلنا الجزيئات البيولوجية الكبيرة كام واحدة؟ أربعة كربوهيدرات. أربعة. الكربوهيدرات والليبيدات ليبيدات. والبروتينات والأحماض. الأحماض الاسم النووية. الآخر للليبيدات ده هنسميه الدهون. بس هنلتزم بالاسم ده عشان كلمة دهون دي هنعرف تفاصيلها أكتر. مش أي ليبيد ماشي. هنسميه دهون، بس هو في ماشي. الشائع. في كربوهيدرات بيسموها مثلا نشويات. نشويات ده مصطلح أشهر يعني. والليبيدات إيه. بيسموها إيه؟ الدهون. الدهون. ثم البروتين مفيش فيه تفاصيل. أشهر مثال اللي عندنا إيه؟ اللحوم. البروتينات في الغالب زي بتكون زي اللحوم. الأحماض النووية مشهورة إن هي اسمها دي إن إيه أو ار إن إيه بتركيبها الكيميائي، هنعرفه التفاصيل. طيب. دي صورة إيه يا شباب عندنا؟ ده دي خلية. دي دي خلية. خلية. خلية نوعها إيه؟ خلية دي خلية عضوية مفروض. نباتية. عرفت منين بقى أنا؟ آه. خلية نباتية تتميز بما إيه. يسمى بحاجة اسمها الفجوة العنصرية، أو فيها في مساحة كبيرة كده. أنا شايف كده بيكون جواها مية وأملاح آه. معدنية بيتخزن فيها إيه؟ النبات مثلا أو الزرعة بتاعتنا تخزن فيها المية بتاعتها. مم. دي المميز دي. الفجوة دي ما تشوفهاش موجودة فين؟ في الخلايا الحيوانية. خلاص. نباتية بس. بس أنا مش محتاجها لأنه كده كده أكله جاهز أو كله متجهز عليها ونعرف تفاصيلها قدام. مم. طيب. فمثلا الجزء ده أهو لو خدنا حتة منه، هتتابع هنا عندك في الكتاب بتاعك بينا. إيه. ده الغشاء البلازمي أو الغشاء السيتوبلازمي، عبارة عن طبقتين من الدهون. الدهون ده نوع معين هقوله لك المرة الجاية أو اللي بعدها. الجزء ده ماشي. أهو اسمه الغشاء الخلوي. نسيج برضه هناخده في مم. آخر التفاصيل. ثم احنا إيه. قلنا دي من شوية كانت إيه؟ عضوية. أيوة، آه. العضو ده كان اسمه إيه؟ ميتوكوندري. ميتوكوندريا. اه، الميتوكوندري. طب ده هو بقى، دي بلاستيدة. دي حاجة اسمها كده. بلاستيدة خضراء. هي لونها أخضر أهي. هي اللي بتخلي إيه. نبات أخضر، تديله اللون الخضار ده. مم. صبغة، حتى هو لونه أخضر أهو. صبغة جواه. زي مثلا المانجا دلوقتي اللي موجودة لونها إيه؟ صف. صفرا أو برتقال. ده وفي مانجا خضروات. خضرا، وفي مم. مانجا حمرا.
على حسب نوع المانجا، صح كده؟ ايه اللي أيوه. بيفرق بقى عن ده عن ده عن ده؟ البلاستيدات ده البلاستيدات. اهي جواها صبغة، هي اللي بتعمل ايه؟ بتغير اللون، زي اللون. الهدوم بتاعتنا الالوان، في لون اسود، في ابيض، في كل الالوان اللي انت محتاج، لا أيوه. كلها صبغة. طيب مم. لو انا اخدت الجزء ده اهو، ده اسمه ايه؟ نواة. ده اسمه ايه؟ النواة. نواة. النواة. تتكون من دي ان ايه وحاجات تانية اسمها هيستونات، دي بروتينات وكلام من ده بتلف حواليه. خلاص. مم. أيوه. تمام. ثانية واحدة. ثم ده هو الدي ان ايه، لما خدت الشريط ده اهو فكيته، طلع لي بايه؟ الشكل ده. خلاص. خلاص. تمام. ده كله بس كده مجرد بداية عادية. احنا قلنا الجزيئات البيولوجية الكبيرة كام واحدة؟ 4. أربعة. أول حاجة فيها قلنا الكربوهيدرات. الكربوهيدرات ده اهي موجودة، مثلا احنا قلنا المصنع بتاعنا اسمه هنسميه بلاسيدا الخضراء، هي اللي بتطلع ايه الأكل، ثم أو مصنع الم... الأكل ال... جوه النبات نفسه. لأن النبات أيوه. النبات بياكل نبات تاني ولا بيصنع أكله بنفسه؟ بيصنع أكل في نفسه. بيصنع أكله بنفسه، ده اسمه ايه؟ ده المصنع بتاعنا. طب لما يحب يصنع، هيصنع من مواد المخزن خام. بتاعه، المواد الخام أو مم. المخزن بتاعه. النشا هنا أيوه. تعتبر متخزنة. عارف النشا اللي بتشتغل من محل البيضة؟ أيوه. دي اسمها نشا. النشا دي اما ناخدها، هي شايفها عاملة زي السلسلة طويلة اهي، تبقى ايه؟ أيوه. تبقى اسمها ايه؟ بوليمر. اسمها بوليمر. ايه؟ بوليمر. بوليمر. طب طب انا مسكته قطعت منها، خدت واحدة بس وكبرتها ببساطة بس عليها، مونيمر. مونيمر، بقت اسمه ايه؟ مم. سكر مونيمر. احادي الجلوكوز، سكر ايه؟ أحد الجلوكوز. تمام. فبيقول لك ان البسله الخضراء تحتوي على النشا، اللي هو اصلا الاكل بتاعها متخزن معاهم جواه. اما تاخده وتكسره تتحول لسكريات يبقى سكر. احاديه يقصد به الجلوكوز. ايه؟ الجلوكوز. وهنعرف ده في اخر الدرس الجاي ان شاء الله، دي مجرد بس مثال مم. بس عشان يوضح لك الفكره. طيب تاني تمام. حاجه اسمها الليبيدات. تسمع عن ما يسمى الخلايا الدهنيه، خلايا جواها اه، دهون. سمعت عنها قبل كده. اه اللي بتخلي حد الشخص تخين، لما يكون عنده خلايا دهنيه كتير يبقى تخين. لو انا ايوه بصيت فعلا. كده يعني ايه بقول لك جوه الميكروسكوب شويه، حضرتك تحت الميكروسكوب هبص تحتها الاقي ايه؟ دهون. الخلايا دي حاجه دهون. كبيره، كسرتها شويه طلعت ايه؟ دهون. دهون. ثم لو انا كسرت بقى نيوكلون. ده هو بقى اخد منه واحده بس، اطلع من هنا يطلع لي ما يسمى بحمض ايه؟ دهني. دهن. حمض ايه؟ دهن. شيء عايزك تبص بص بيتكون من ايه الحمض الدهني ده؟ ده كربون. وايه؟ هيدروجين. حاجه تانية، اه في اكسجين اهو اه، بس في مش على اكسجين طول. اهو. بس دي مجموعة كده بيسموها مجموعة وظيفية، هنعرفها ساعتها ما نشرحها يعني. ده في الدرس رقم ماشي. 3. يبقى الأساس طيب. بتاعنا مين؟ الهيدروجين ومين؟ الهيدروجين والكربون. نطلع نبص فوق برضه عشان ما تنساش تبقى في الصور. لو أنا بصيت على دي إيه؟ كربون، ده ماسك كربون فيها ودي إيه؟ هيدروجين. ودي هيدروجين. نفس الكلام، كربون نفس وهيدروجين. الحكاية. يبقى الأساس بتاعنا هيدروجين الكربون وكربون. والهيدروجين. رقم 3 البروتين. هنا مسك كده جاب العضلة جواها ليفة عضلية أو ليفة بروتينية. العضلات عندنا بتتكون من مجموعة من ليه؟ الألياف. من مم. الألياف. حتى هي الياف. العضلة لما تتمرن وتلاقيها تكبر، لأن الألياف دي بتكبر في الالياف الحجم بتكبر. وتضغط، تضخم فيه. مم. هو انت لما تبطل تمرين ما تقعدش تروح الجيم تنزل تاني وحجمها يصغر تاني. لو انا خدت ايوه. منها ليفة عضلية او بروتينية، هيكون لك حاجة ما يسمى اسمه عديد البيبتايد. عديد البيبتايد ده يعني ايه؟ يعني احماض امينية ماسكة في بعضها زي ما انت شايف كده. ده مثلا حمض اسمه مم. الألانين ماسك في حاجة اسمها الفالين، ثم السيرين، ثم الفالين تاني، ثم الألانين تالت. فعندنا عندنا أحماض أمينية كام أساسي؟ 20 واحد، وهناخدهم إن شاء الله في الدرس رقم 4. طيب. ما تشغلش بالك بيهم وقت الرموز دي هتعرفها ساعتها، ومش مش مطلوب منك تحفظها. المهم عندنا ماشي. اللي هو اسمه إيه؟ عديد إيه؟ عديد البيبتين. البيبتايد أو البيبتيد. تمام؟ البيبتايد. دي كلمة أصلا إنجليزية يعني. مم. أما ناخد حتة منها واحدة بس، كسرت ده وخدته حمض لوحده، يطلع لي اسمه ايه؟ أمين. حمض حمض أمين. امين. حمض حمض ايه؟ أمين. امين. أمين. طيب الحمض فيه الامين ده هيدروجين وكربون والكربون والهيدروجين ده اساسي. والأكسجين. يزيد عليه هنا النيتروجين، لازم يكون موجود في الحمض والهيدروكسيد. الاميني. وممكن المجموعة ده اهي بس مش شرط يعني.
فأي أمين هنا معناه إن هو في مجموعة دي اسمها مجموعة أمين في الكيمياء اه. NH2. شغلش بالك برضو اتنين بالتركيب الكيميائي. إن اتنين أهي هيدروجين واحدة نيتروجين. اه، لسه في مكان يمسك فيه بحاجة تانية زي ما انت شايف هنا. لأن أيوة. النيتروجين عندها قدرة تمسك بتلاتة، وممكن توصل لكمان لأربعة في حالات تانية. تاخدها بالتفصيل في الكيمياء. رقم أيوة. أربعة عندنا الأحماض النووية. النووية. دي ان ايه. اه، دي ان ايه عشان تجيبه لازم يكون فيه كروموسوم. تاخده كروموسوم. تاخده تكبره يطلع لك دي ان ايه تاخده. كروماتين. اه، الكروماتين الدين. ما هو جوه كروماتين. ما هو الكروماتيد او كروموسوم. الكروماتيد ده اللي مم. هو خيط واحد، انما الكروموسوم بيطلق على الخيطين الملتصقين في بعض في المنطقه دي. ده اسمه انا ايه. كروموسوم. طول ما هو حرف اكس اسميه ايه؟ يبقى كروموسوم. كروموسوم. كروموسوم ده اه. تعرفه لسه في الاخر، طول ما هو حرف اكس يبقى اسمه كروموسوم. مم. اخدت منه حته، فتحتها كده دي ان ايه. وفردتها شويه. عارف لما أبقى اسحب خيط كده من حته ايوه. قماش، سميها دي اه ان ايه. طيب. اه، تفرد معاك. او انت شايف كده ايوه. بدأت تبان عندك حاجه اسمها الاي والتي والكلام من ده. اخد الاي والتي والحاجات دي هتسمى ايه زي دي كده. دي النيوكليتيد. النيوكليوتيد متكون من 3 اجزاء، ادي واحده. ده حاجه اسمها قاعده نيتروجينيه، ثم سكر خماسي اللي هو بسميه الريبوز. وطول ما هو فيه الهيدروجينة دي يبقى اسمه ريبوز عادي، عشان بعد كده تمام. ما يبقى كلمة الدي معناها الدي أوكسي، يعني أنا شلت منه الأكسجين. عشان مم. تبقى هتاخدها قدام لسه بالتفاصيل. ثم ماسك فيها مجموعة نسمى مجموعة إيه؟ فوسفات. مم. اللي هي البي أو 4 اللي أنت شايفها دي، بي أو 4 ماينس. ولا ماينس عشان ماسكة في سي اتش 2 تانية، مجموعة تانية. لأن البي أو 4 ما تبقاش طيب. مجموعة مستقلة كده في الوجود. يبقى احنا كده مم. خدنا كام مركب؟ نعد أربعة. مع بعض الأول. والنووية. ثانية. والكربوهيدرات والليبيدات والبروتينات. تمام، احفظهم بالترتيب عشان تسهل على نفسك، لأن أنت ترتيب الدروس مم. بنفس الشكل اللي احنا خدناه. طيب. فمثلا لو أنت الصبح قمت تفطر كده الصبح عشاء، بتفطر إيه؟ أي بيض وعيش. مم. بيض، عيش، فول، طعمية، لبن، مم. شاي، على حسب ما يبقى متاح قدامك. ممكن معاك جرجير، أي. سلطة، طماطم، وهكذا. زي ما مرسوم أي. قدامك في الشكل ده. أنا عنده بيض أهو، عنده كرواسون، وفي فول، وفي ليمون، وقرن مم. فلفل أحمر جميل أهو، حاجة كده تزود الدنيا. ومعاك جرجير بزيادة، وطماطم أهو، ومرسوم عندي جبنة بيضة ولبن. وجبنة بيضة ولبن. دي مثلا وجبة، لكن دي كانت وجبة أي. قديمة، يعني كانت وجبة نظيفة شوية. يلا خير. فهو مم. بيقول لك إن الأكل بتاعنا، الفول والجبنة مثلا جواها إيه؟ بروتين. ومع ذلك برضو فيهم نشويات أو كربوهيدرات. اللبن برضو فيه دهون وفيتامينات وأملاح معدنية. طب لو حطيت شوية زيت على أي. الفول ده هو مثلا، ولا تاكل زيت من غير فول، ولا فول من لا غير ما زيت؟ ينفعش. ما ينفعش. ملوش طعم. فالزيت اللي هتحطه على الفول مثلا يبقى مصدر للدهون. طب انت اكلت بعيش، مم. العيش بتاعنا يعتبر ايه؟ في دقيق. بإيه؟ اه، الدقيق ده يعتبر مصدر النشويات او كربوهيدرات، وكمان نحط عليه شويه املاح معدنيه. ينفع ناكل عيش من غير ملح؟ لا. مبقاش طعمه حلو. حتى لو يعني ملحه خفيف هنحط ملح على الفول، صح؟ مم. تمام. دي امثله للجزيئات البيولوجيه بتاعتنا اللي موجوده في الاكل. فالكربوهيدرات مثلا موجوده في الخضار، زي البطاطا والبطاطس والبرنجان والبسله والحاجات المشهوره بتاعتنا دي. مم. وفي القمح والرز وكل ده، دي كلها أمثلة على سبيل إيه؟ المثال وليس الحفظ. الكربوهيدرات. تبقى عارف. ماشي. البروتين طيب. موجود في البيض، بس في أنهي حتة في البيض؟ البياض. البياض. مش طب الصفار. طب الصفار نوع من الليبيدات. الليبيدات أو الدهون، هنعرفها بالتفاصيل. طب مم. الجبنة، ما هو في الغالب بروتين. جبنة وزبادي بروتين. وحليب، لأنه كلهم بيخش فيهم إيه؟ اللبن. اللبن ده بروتين. طب الفراخ بروتين. السمك بروتين. كمان اسمه بروتين. بروتين. كل دول بروتين. البقوليات زي الفول والطعمية بروتينات برضه. بروتين برضه. طيب هنا الزبدة أو السمن. الزبدة وإيه؟ السمن. السمن. ليه بيسموها زبدة؟ هو المشهور إن هي بتسمى الزبدة اللي هي السمنة اللي هي الجامدة شوية دي بيسموها الزبدة، حسب نوعها يعني. ايه. طب الزبادي، لا هو كامل الدسم، معناه إن هو إيه؟ في اللبن ما تشالش الوش بتاعه أو زي ما هو، يبقى في بدون أي الليبيدات. تغييرات. كامل الدسم.
مم. يبقى في ليبيدات برضه او دهون. طب الزيوت النباتيه اللي احنا بنحطها على الاكل بتاعنا، زيت الذره، زيت عباد الشمس، دي اسمها زيوت. طب المكسرات فيها برضه ما يسمى ليبيدات. طب الشوكولاته بتاعتنا اللي بتلاقيها في المحلات، ده جا- فيها برضه اللي فيها دهون، البداية ليبيدات. فيها دهون إيه؟ اه الافوكادو ده اهو ثمره تحتوي على نوع معين من الليبيدات، مش هتاخد تفاصيلها قوي، بس اعرف ان هي موجوده تبع الليبيدات كده. هي فاكهه اه، بس مم. جواها ايه، نسبه دهون عاليه. مم. تمام. تمام. غير الفواكه العاديه، هي تبع الكربوهيدرات. العسل ماشي. بتاعنا كربوهيدرات، لان في الفركتوز بتاعنا اللي هو سكر العسل، نوع مشهور من اه. السكر. طيب نجرب كده نحل اول سؤال ده اهو. طيب، إذا كانت لديك وجبة غذائية مكونة من لحم أحمر ومكرونة، أي الجزيئات مكرونه. العضوية التالية تكون غنية بهذه الوجبة؟ الكربوهيدرات والبروتينات. ماشي. لأن كربوهيدرات المكرونة فقط. ماشي دي تمام. المكرونة المكرونة اللحم بس حبوب. كده. طب الليبيدات. اللحمة بروتين. الليبيدات لا، ما ينفعش. بالظبط، فانت بتحل بالاستبعاد ان انت بتشوف انسب اجابه تنفع معاك. طب لو حاولنا نجاوب السؤال اللي بعده. أي مما لا يعتبر من المونيمرات، الأحماض مونيمر النووية. يعني جزيء احادي، مون- يعني جزيء الأحماض صغير. النووية. الأحماض النووية. طب قبل ما نجاوب لازم نبص على كل الاختيارات. السكر الأحادي إيه، ده مونيمر ولا موجود. بوليمر؟ مونيمر. طب الحمض مونيمر. الأميني أصغر حاجة مونيمر. مونيمر. طب الحمض الدهني مونيمر برضه. مونيمر برضه. زي ما بيقول. يبقى الأحماض الإجابة الوحيدة النووية بتاعتي اللي إيه؟ بوليمر. الأحماض النووي، لأنها كبيرة. مم. لأنها بتصغر لما يسمى باسم إيه؟ دي نيوكليوتيدات. نيوكليوتيد. هتبقى صعب عليك، بس لما حد ما تذاكرها هتلاقيها أسهل. بس يعني عشان اسم غريب ماشي. بس. خلاص كده، ده الدرس طيب. المقدمة بتاعنا. هناخد حتة صغننة في طيب. الدرس الجديد ده واللي اسمه الكربوهيدرات، وهنقفل على النهاردة كده عشان طيب. ما نطولش عليك. تمام. عشان المنهج أصلا صغير يعني، فما تستعجلش فيه. طيب. هناخد إيه بقى النهاردة في الكربوهيدرات؟ التصنيف بتاعها، يعني إزاي بتركب، أو أنواعها إيه، هل بسيطة أو معقدة، أهميتها إيه إن الكربوهيدرات أو النشويات بتاعتنا، وإزاي أكشف عنها. مم. إزاي طيب. أكشف عنها لو أنا قاعد في المعمل ومعايا شوية كيماويات كده، وأبص عليها وعايز أعرف المادة اللي معايا دي يعني نوعها إيه. خلاص؟ طيب. تمام. أول حاجة قلنا الكربوهيدرات. كربوهيدرات، كربو دي معناها اه. إيه؟ يعني فيها كربون. كربون. هيدرا يعني هيدروجين. هيدروجين. حلو كده. طيب هيدرات ايه. دي كده اس، يعني ايه ده، اس الجامعة بتاعتنا ما بتفرقش معانا في حاجة. جامع. اه. فبيقول لك ان هي جزيئات بيولوجية كبيرة اسمها بوليمرات. بوليمرات، تتكون من جزيئات اصغر اسمها ايه، اللي بتتكون مونيمر. من المونيمرات. طيب الكربوهيدرات لما نكسرها هتطلع ما يسمى السكريات سكريات أحادية. احادية. دي ابسط انواع السكر او الكربوهيدرات اللي عندنا. تمام. هتتكون من ايه الكربوهيدرات بقى؟ السكريات زي ما احنا قلنا، او النشويات زي ما قلنا من شويه، نشا وكسرناها، او الالياف زي مثلا الخشب والحاجات دي، يعني هي جواها انواع معينه بس ما بتتكسرش في العادي. لو جبت حته خشبه كده ودقتها مش هتلاقيها طعم خالص. انما هي في الاساس اه. تسمى سكر اشرب. السليلوز. سكر السلوز متركب بتركيب معين، لكن هو اساسي مم. سكر جلوكوز. فالالياف طيب. ربنا خالقها ان هي مش بايه، مش بتتهضم او بتدوب، جبن. لكنها مفيدة مثلا في الأكل بتاعنا، إن هي بتخلي الأكل يتحرك جوه الجهاز الهضمي، بالذات الأمعاء الغليظة، وبتسهل في عملية إيه، تبرز أو الحمام بتاعنا. خلاص. طيب. هي دي الميزة اللي فيه، وما تقل من الأكل ماشي. تحصل مشكلة ولا قدر الله بيحصل إمساك ومضاعفات مش حلوة. فدي الألياف على الرغم إن أنت مش بتستفيد منها، إلا إن هي مهمة جدا 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 فين؟ مم. في الأكل. اللي ما بياكلهاش بيعاني معاناة شديدة يعني. تمام. طيب. الحتة بقى بتاعت الكيمياء والحتة المهمة، مم. بقول لك إن هي الصيغة العامة بتاعتها إيه، ليها صيغة كده مميزة لكل الكربوهيدرات، اللي هي CH2O. CH2O. الكل كل أس ايه؟ إن. يبقى أنا عندي ان هنا، بقى. عندي هنا الأساس بتاعنا إيه، كربون هيدروجين إيه. ومعاه إيه، كربون، أكسجين. هيدروجين، اكسجين. هل أعتبرها مركبات عضوية؟ اه. مركبات عضوية عشان فيها الهيدروجين والكربون بنسبة أساسية، ينفع. الأكسجين زيادة ينفع. عندنا. طيب مم. أجي بقى عشان ما أنساهمش، الكربونة واحدة
زي ما انت شايف كده، سي اتش مين الاثنين؟ في كربونة واحدة وأكسجين واحدة الهيدروجين. والهيدروجين اتنين. خدهم بالترتيب، خدهم بالترتيب تحت مم. بعض كده. كربون ماشي. كربون واحدة، الهيدروجين اتنين، والأكسجين إيه؟ واحدة. يبقى الزيادة واحد. مين؟ يبقى الهيدروجين قد ال- الاتنين مرتين. حصل. واحد اتنين لواحد، النسبة دي تكون محفوظة، ولازم تكون متحققة في المركب بتاعي. أول ما تحقق أقول إن هو إيه؟ كربوهيدرات. كرب- كربوهيدرات. وهنجرب بالمثال دلوقتي. فدي طيب. الصيغة العامة بتاعتي. لو قلت ال N بتاعتي ده هنا، قلت تساوي ستة، عايز أطبقها على المثال ده أهو، عشان يطلع لي مثلا سكر جلوكوز، أعرف تركيبه أو فيه كام ذرة هضرب كربون. الستة في كل كل الحروف، فيبقى بالظبط. أما أضرب ستة في سي ده. 6 اتش 12 او 6. تمام زي الفل. ده تركيب سكر ما يسمى سكر إيه؟ الجلوكوز. الجلوكوز. وده من أغلى أنواع السكر اللي في الدنيا. ده لما يكون حد مثلا تعبان أو حاجة يركب له سكر جلوكوز، وهكذا. في استخدامات كتير يعني. قلنا هنعرف أول حاجة اسمها تصنيف الكربوهيدرات، يعني هنعرف إن هي تركيبها الجزيئي يا إما بسيطة أو او معقدة أو معقد. عديدة. التعقد هنا معناه إن هو عديد، أو يعني سكر كبير، زي ما أول حاجة خدناها كانت النشا، أما كسرناها النشا. طلعت مين؟ الجلوكوز. وده مهم جدا جدا جدا، بيتكسر عن طريق إنزيمات بقى وحاجات هناخدها بالتفصيل. السكرات المعقدة زي ما برضو الحاجة التانية فيها زي السليلوز والجلايكوجين ده أهو. ده المخزن بتاعنا اللي إحنا ما نكون عارف انا محتاجين في الجلايكوجين ده. الجسم. في الجسم بيتخزن مم. بطريقتين، وهنقولهم إن شاء الله بالتفصيل. ده اللي بيرفع السكر. بيرفع السكر، بس هو ليه مستوى معين، هو اللي في الجسم يعني، ليه مخزن تقريبا 400 جرام مم. بيتعانوا كده في الكبد، هم ده اللي ممكن يساعدوك في فترة الصيام، أو لو الجسم محتاجهم. دول الوحيدين اللي بتخزنهم، الباقي بقى بتخزنه في صورة دهون. عشان مم. كده تلاقي في ناس تخينة كده وعندها دهون وكرش وحاجات عجيبة كده، لأنه ما بيقدرش يخزن أكتر من 400 جرام بس، و100 جرام آه. في بعض العضلات. يبقى أنت كده كلهم على بعض 500 جرام، يعني نص كيلو. وشكرا. كلت زيادة عن كده يتخزن لك لدهون آه. زيادة، تحول لدهون وكوليسترول وحاجات مش كويسة. تمام. نرجع للسكريات البسيطة. هي حاجة من اتنين، إما تكون سكريات أحادية أو الثنائية. ثنائية. على الرغم إن هي ثنائية بس هي بسيطة برضه. فالسكريات الأحادية عندنا هي الجلوكوز والفركتوز والجلاكتوز، ثم الريبوز اللي احنا قلنا كان داخل في ايه يا شباب؟ الزبادي ده. في ايه؟ في مم. الدي ان ايه دي ان ايه صح. والار ايوه. ايه ان ايه، الار ان ايه. اللي قلنا عليهم مجملا كان اسمهم ايه؟ احماض النووية. احمد نووي. تمام. تمام. طيب، في سكر اسمه الفركتوز، وفي سكر اسمه الجلاكتوز، وهنعرف كل واحد مم. فيهم فين دلوقتي. طيب. السكريات الثنائية موجودة في سكر اللاكتوز. اللاكتوز، ده مالتوز، ده في الزبادي، ده والسكروز. اللاكتوز ده. اللاكتوز موجود في اللبن، سكر اللبن اسمه لا. لاكتوز. هو موجود اه. برضه، حتى أقول لك الفري لاكتوز ده حاجات تانية كده. اللاكتوز ده مش في. كل الناس تعرف تستحمله، الأطفال الصغيرة ساعات بيبقى عندهم حساسية منه، ما بيقدرش يكسروه، فبيبقى يعني بيكون لازم ياخده يا إما متكسر أو جاهز، بيكسروش على مم. إنزيم معين. لأن اللاكتوز قلنا تمام. سكر ثنائي، هيتكون من الجلاكتوز مم. مع الجلوكوز يكون لك من اللاكتوز. تو. الأمثلة جلوكوز تتحفظ. وجلاكتوز يبقى لاكتوز. هيتحفظ أيوة. جلوكوز وفركتوز هطلع لك المالتوز ده. السكروز ده اتنين جلوكوز ماسكين في بعض. هما سكريات ثنائية عشان هما بيتكونوا من اتنين، اتنين من اللي فوق، أو ممكن الاتنين نفسه. بالظبط كده. بس أساسي فيهم طيب. الجلوكوز زي ما هناخد كمان شوية. طيب. طيب، السكريات بتاعتنا قلنا البسيطة لها حاجات مميزة فيها، إن هي قابلة للذوبان في الماء. لو خدت أي شوية أيوة. سكر من ده زي سكر الشاي كده، حطيته أيوة. هيدوب ولا أيوة. مش هيدوب؟ هيدوب. هيدوب. وزنه الجزيئي بالنسبة للجزيئات السكريات التانية منخفض، هو حجمه صغير. مم. وطعمه أما أدوق أحطه في بوقي حلو. هحس بطعم سكر. حلو، مسكر. وده هيميزه عن السكريات التانية. مم. قلنا إما أحادية أو ثنائية. الأحادية في العادي بتتكون من سلسلة من ذرات الكربون، الرينج بتاعها بيكون من 3 ل 6. مو في واحد اتنين يعني. 3 6 يعني آخرك 3، أقل حاجة عندك 3. أقل سكر فيه اه. 3. ايه. 3 كربون، وأكتر السكر فيه 6، لأن أكتر من كده هيكون سكر بقى إيه؟ ثنائي باي. أو عديد. أو عديد. مم. فهو بيقول لك إن السكريات الأحادية تعد أبسط الأنواع. الريبوز قلنا السكر الخماسي موجود في الأحماض النووية زي ال RNA أو ال DNA. مم.
إيه. الجلاكتوز هو سكر سكر اللبن. اللبن. الفركتوز هو سكر سكر الفاكهة. الفواكه. الجلوكوز سكر العنب العنب، أنا ما أعرفش أنا الصراحة إنه حكاية العنب بتاع العنب الصراحة. الأمثلة دول حفظ. مم. للأسف يعني اضطريت أتحفظ لأنه ما فيش فيهم عادي. أوبشن تاني. ليه عادي. هيساعدك في اللي داخل الناحية التانية؟ سكر اللبن قلنا هيتكون من جلوكوز جلوكوز مع ولا جلاكتوز؟ جلاكتوز، ما احنا قلنا لسه داخلين في اللبن أهو. ما ده هو ساعدني. يبقى هو بيتكون جلاكتوز، لأن الجلاكتوز ده سكر اللبن امم أساسي، وعليه أساسي. الجلوكوز. تمام. ثم المالتوز من ده كلمة الشعير اللي ام. أنا عارف على فكرة. افتكر بقى مالتوز ان هو شكله حرف ايه؟ ام. إم. الام دي زي نصين زي بعض، يبقى جلوكوز مع ايه؟ مع مع الجلوكوز. جلوكوز، فاوعى تنساها دي. انما ماشي. السكروز ده ده سكر اللي بيخلي القصب. عصير القصب طعمه حلو. اه. في جلوكوز وفركتوز اللي هو سكر ايه؟ الفاكهة. الفواكه. سكر الفاكهة. حلو الكلام ده. حلو كده. ماشي. ده سكر جلوكوز مركب واحد. اما خدنا السكروز اللي هو كان جلوكوز مع فركتوز. مم. السكر الفركتوز هنا سكر واخد الشكل الخماسي، بس هو برضه تركيبه قريب منه. فهو يعني هتتلاقي في اختلاف بسيط كده في ترتيب الحاجات بتاعتنا. ماسكين مم. بعض برابطة هي مشهورة ملناش دعوة بيها برضه لأن ده شغل كيمياء. بس هو مم. بيحب بس يوريك إن هما جزيئين ماسكين في إيه؟ في بعض. الله. في بعض الأطفال متحملوش اللاكتوز، كمان عندهم حالة مرضية ما تقدرش يستخدموا سكر لبن في الأطفال الصغيرين بسبب نقص إنزيم اللاكتيز اللي هو بيكسر اللاكتوز. وبناء على بيكسر كده الحاجة اللاكتوز. متكسرتش، يحصل له مم. انتفاخ ومغص أيوه، ده اللي وإسهال. بيكسر. وبيبان عند الأطفال آه. الصغيرة. فبيضطر لازم ياخد حاجة لبن تلاقيه مكتوب عليه حاجة اسمها اف ال، يعني فري لاكتوز أو خالي من اللاكتوز. ده لبن عشان بودرة. لازم يكون بودرة، أو دلوقتي ممكن يحطوا عليه مادة كده من بره زي إنزيم بيكسر المادة دي. اللاكتوز. بيكسر اللاكتوز عشان الطفل لما ياخد اللبن أكنه مدوره من بره، أكنه علاج كده، فهو أول ما ياخد اللبن يتكسر ويعرف يستفيد بيه وما يحصلش انتفاخات والمغص، لأن الحاجات دي صعبة أوي في ماشي. الأطفال الصغيرين. وعند ماشي. هنا هنقف ونبدأ إن شاء الله الحصة الجاية ماشي. جزء جديد عشان ما نطولش عليك كده، بس يبقى أنت خدت هنت سريع. تمام. خلاص. خلاص.